ولاول مره مع جيش اوروبي الاهلي بيخسر مباراته في الافتتاحيه في كاس عاصمه مصر 1-0 امام نادي انبي. المباراه الاسوأ للنادي الاهلي في السيزون ده، حتى الماتشات اللي كنا بنلعبها مع ريبيرو كانت شكلها احسن شويه عن الماتش ده. انت الماتش ده انت ما هددتش ولا فرصه غير في الدقيقه 85 بتسديده من حسين الشحات، وفي الوقت الضايع من تسديده برده من طاهر اللي طمع فيها، كان ممكن يلعبوا عرضيه توصل لحمزه، كان ممكن يجيب منها جول. عامه كان في سوء اداء النهارده من النادي الاهلي، اذا كان من اللعيبه الصغيره او اللعيبه الكبيره. مش اللعيبه الصغيره كمجمل طبعا، في عندك عمر سيد معوض النهارده كان كويس، لكن محمد عبد الله ما بانش. حمزه عبد الكريم عرض برشلونه كان شغله. ابراهيم الاسيوطي ده اول مره يلعب برده مع الفريق، فتبقى رايحين باللعيب زي ده. بيبدا الشوط الاول انبي هو اللي ضاغط، انبي المستحوذ اللي بيروح على المرمى اللي بيحاول يسجل، وفعلا انبي بيقدر ينجح في الدقيقه 28 ياخد ضربه جزاء تتحسب على محمد شكري، بيسجل منها الهدف الاول. ولكن ليا ملاحظه على سيحه ان الكره بتترد من ايده بشكل غريب شويه. ممكن نقول برضو هو ما لعبش بقاله فتره بتاع 7 شهور تقريبا من ساعه اخر ماتش لعبه مع حرس الحدود. والنهارده كان في تبديلات غريبه من جيس روب، يعني عندك في الدقيقه 58 بيطلع محمد شكري وبيطلع احمد رضا اللي هو كان احسن واحد النهارده في نص الملعب، وبينزل مكانهم اشرف داري. ماشي، بيجرب اشرف داري، وودى بعد كده مصطفى العيش باك شمال، نزل بحمزه عبد الكريم يلعب باثنين مهاجمين ب 4-4-2. وبعدها في الدقيقه تقريبا 73 بيجي برضه تبديلتين تانيين، بيخرج محمد عبد الله ومصطفى العيش، وبينزل بحسين الشحات وابراهيم الاسيوطي اللي بيلعب باك رايت، وودى عمر كمال هو اللي يلعب باك ليفت، ونزل حسين الشحات مكان محمد عبد الله. حسين برضه رجع من الاصابه، مش حسين اللي احنا عارفينه، برضه مش ده اداء حسين. وتبديله برضه في الاخر بيخرج اليو ديانج في الدقيقه 83 وبينزل مكانه عمر سيد معوض اللي لمسته حلوه على الكوره. وبتيجي الدقيقه 85 تسديده حسين الشحات اللي قلنا عليها، والدقيقه 93 وغير الكوره جرادي شارو دخل فيها مع حارس ما تعملش معاه بشكل كويس. اجماليا النهارده الاهلي كله كان احسن شكل. برضو كنت نفسك تشوف الفرقه شكلها احسن، اللعيبه الصغيره بتاعت اداء الفريق شكله احسن من كده في الملعب. لكن مش مشكله، انت بتجرب في البطوله بنسبه كبيره. الاهلي مش هيفكر ينافس على البطوله دي، ما عدا نفس الاهلي ينافس عليها ونكسبها مش مشكله، يعني بطوله موجوده رسميه فاكسبها ان شاء الله. نستنى بقى ماتش الاهلي مع سيراميكا يوم 19 وصلني على النبي.